برنامجين هيتم اذاعتهم في توقيت واحد بالظبط، وهو بعد المغرب على طول. جراءة جامدة جدا فعلا من شركة دي ام سي او قنوات دي ام سي ومحمد رمضان، انهم ينزلوا قدام برنامج اللي دايما بقاله سنين كتيرة جدا هو الاول في المشاهدة. اتكلم بصراحة، السنين اللي فاتت بدأ يتراجع شوية، لدرجة السنة اللي قبل اللي فاتت الناس كانت بتتفرج على الكبير اكتر من برنامج رامز جلال، اللي هو طبعا معروف انه بيحصد اعلى نسبة مشاهدة على الفطار تحديدا، وبياخد احسن توقيت عرض. يعني برضو من ضمن نجاح او اسباب نجاح برنامج رامز جلال هو توقيت العرض، التوقيت اللي كل الناس قاعدة بتاكل وفاتحة التلفزيون فيه. ودي عادة يعني غريبة شوية ان الناس تاكل قدام التلفزيون، ما بتحصلش في اغلب الدول يعني، الا لو كان في فيلم ولا حاجة. انك تفتح التلفزيون في المطلق كده وانت بتاكل دايما يعني مرتبطة شوية بينا تحديدا في الفطار. انا مشكلتي في برنامج رامز جلال بصراحه يعني انه وقت الفطار بيروح ساعات قايل الفاظ كده ممكن تكون مش حلوه، يعني مقرفه ساعات يعني، وهو بيعلق على حد او بيهزر على حد، فممكن يقول افيه فيه جمله او نكته كده او قفشه فيها جمله ممكن تقرفك، فما بيراعيش فكره ان انت بتاكل دلوقتي. تمام. يعني مش عارف، ضيف كده دخل الحمام مره فقعد يقول تعليقات وقلاشات وكده، وبصراحه طب انت ما تراعي بقى ان في ناس قاعده بتاكل دلوقتي. فيعني انت عارف الناس مشغله برنامجك ده وهي قاعده بتاكل وهي قاعده بتفطر. فيعني انا بطلت اتفرج عليه بسبب الافيهات الغريبه دي اللي او القفشات اللي ساعات يروح قايلها لانها اتكررت اكتر من مره. لكن برضو جراءه جامده جدا ان دي ام سي تنزل في نفس التوقيت بحد اول مره يعمل برامج اللي هو محمد رمضان. فعشان كده انا متاكد انه في فكره او في تريكه جديده، رغم ان انا مش من جمهور محمد رمضان خالص، ما بتفرجش عليه واكيد مش هتفرج عليه يعني، بس انا متاكد ان هيبقى فيه حاجه، لانهم عارفين ان التاني برضو رغم ان انا برضو عندي اعتراضات على البرنامج بتاع رامز جلال، لكن هم عارفين ان هو بيعمل شغل كل سنه. فرامز جلال فعلا بيعمل دعايه وبروباجندا، وطريقه رامز جلال برضو ارتباط رامز جلال بالشهر رمضان وكده، ده يخليك برضو ايه تتابع بمنتهى الصراحه يعني والحياديه. لازم ابص بصه كده اشوف الدنيا فيها ايه في البرنامج ده كل سنه. لكن بلاقيه مبوخ بقى، جاب لعيبه كوره وجاب ناس ما اعرفهاش اصلا، وجاب ناس مشاهير بلوجرز وحاجات كده، فاهم يعني؟ طب ليه يعني؟ زائد كلام الكتير قوي اللي بيحصل عن اتفاق الضيوف معاهم، واللي بيبقى واضح في بعض الحلقات ان في اتفاقات واضحه وصريحه.